مرحبا أستاذ علي. أستاذ علي، هذا اللي عم بصير هذا جريمة كبيرة اللي عم بصير. أنا بتمنى هذا الصوت، بتمنى وآمل إنه هذا الصوت يوصل لمظلوم عبدي. ليش إلى الآن ما خرج علينا مظلوم عبدي مثلا على التلفزيون؟ يا أخي يخرج يطلع علينا فيديو مصور يوجه رسالة للكرد. يا أخي اعلن النفير العام، وقبل كل شيء انسحب من الاتفاقية المشؤومة، اتفاقية الذل والعار. يعني شو عم تستنوا؟ سمعنا من يومين انه قوات قصد في تحركات لقوات قصد وما شفنا شيء. يعني لا ايمت يا اخي، الناس عم تنقصف، الناس عم تموت بالاراضي. يعني كتر خير المقاومة والاشايس اللي عم يقاوموا لهلا خلال كم يوم، لهم 5 أيام ولا 6 أيام عم يقاوموا. يعني لا ايمت يا اخي، العالم ما بيسمع الا القوي. يا جنرال مظلوم عبدي، اذا مانك قادر تقوم بهي المهمة يا اخي تنازل وسلم القيادة لغيرك. استاذ علي، والله اللي عم بصير شيء محزن. هذا الشيء اللي عم بصير هذا تهجير، قتل، تطهير عرقي اللي عم بصير. شوف المحطات الإعلامية، وشوف شوف التطبيل، شوف التزمير، ما خلوا ستر مغطى على قسد. يعني لا ايمت واخرتها. لا سمح الله إذا بيتمكنوا من إحياء الشيخ مقصود والأشرفية، والله العظيم ليصير مجازر ما صارت على مر التاريخ بأهلنا. لأيمت هذا الشيء؟ النفير العام يا مظلوم عبدي، اعلن النفير العام، حرك قواتك يا أخي، شعل الجبهات كلها يا أخي. يا من موت، هي موتة وحدة، الإنسان بيموت موتة وحدة، كم موتة بده يموت يا أخي؟ موت بشرف. الاستسلام ذل، ذبح. الاستسلام لهدول الدواعش يعني ذبح، عم بتسلموا رقبتك للذبح من شدة حقدهم الدفين. دبابات، قصف بالدبابات، قصف بالمدفعية، قصف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، باستثناء الطيران. يعني لو في طيران ما قصروا. هدول مجرمين إرهابيين، إجرامهم لا يقل عن ساقة الأسد، لا يقل، ويمكن أكثر. يعني لا ايمت هذا الشيء، لا ايمت. وين الكرد؟ على الكرد لازم يا استاذ علي، المفروض الكرد ينزلوا كلهم يا اخي، طالبوا بالاستقلال يا اخي. ايه بالاستقلال. نحن جماعة بدنا استقلال، ونسفوا الاتفاقيات الدولية بعرض الحيط. مجتمع منافق، مجتمع دولي منافق. لو ما هم منافقين ما سلموا، ما وصلوا للسلطة. وقت تكون قوي العالم بيحترمك وبيضرب لك تحية يا أخي. يا أخي وغير هيك، افتحوا ممرات آمنة على الأقل للمقاتلين عم بيقاتلوا للمقاومة. افتحوا لهم ممرات آمنة، مدوهم الذخيرة، مدوهم بالأدوية، يعني لوجستيا، امداد لوجستي. كتر الله خيرهم مقاومين لهلا 5 أيام 6 أيام لهم، والقصف شغال فوقهم بحجة مقاتلة قسد. هن حقدهم على الكرد عامة. وين العقول؟ وين اللي يفكر؟ وين اللي يسمع؟ ناس أبرياء مدنيين عم تموت يا جماعة. هذا الهجوم البربري، من وقت الهجوم البربري صار الهجوم، سقطت الاتفاقية. بلا اتفاقيات بلا بطيخ يا أخي. باتفاقيات شو؟ لسه ما نسمع إلا هناك مفاهمات ومفاوضات مع الحكومة لوقف القتال. أي حكومة يا أخي؟ أي حكومة تحكي؟ أي حكومة يا مظلوم عبدي؟ أي حكومة؟ ليش هي حكومة؟ هي
هدول دواعش ارهابيين قتله. الايغوري معهم والشيشاني معهم والأوزبكي معهم نحن عم نتعرض، الكرد عم بيتعرضوا لإبادة يا جماعة. هي إبادة جماعية، إبادة جماعية. أحياء حلب مكتظة بالسكان الكرد. والله لا قدر الله إذا بصير شيء ليصير مجازر، يعني لا قدر الله ليصير مجازر كبيرة، والله لا يذبحوا الرضيع لا قدر الله قبل الكبير من شدة حقدهم. هدول ناس حقودين لا يعاش معهم. يا أخي الكرد لازم ينزلوا خلص يا أخي، ارفعوا طالبوا يا أخي بدنا استقلال، طالبوا بالاستقلال. هيك ناس، هيك حكومة مؤقتة، هيك وهيك شعب مطبل لا يعاش معه، لا يعاش معه. أغيثوا الناس يا رجل، أغيثوا العالم. الناس تقتل، الناس تذبح، الفيديوهات تصور، العالم كله شايف، العالم المنافق كله شايف. أحياء مدنيين عم تقصف. ليش هذا الصمت الرهيب؟ مفاوضات، لسه مفاوضات لوقف القتال. هدول الناس همج، ما ينفع معهم هذا الشيء، ما ينفع معهم تفاهمات. هدول ما بيفهموا غير بالقوة، مفهوم القوة بس منطلق، بس احكوا معهم بالقوة بس. هدول كل ما تنازلت كل ما زادت مطالبهم، وما راح يوقفوا. لا سمح الله إذا سيطروا على الأحياء بحلب، على أحياء الشيخ مقصود وأشرفية، صدقا ما راح يوقفوا. والله راح يتوجهوا لشرق الفرات، لمناطقنا بشرق الفرات. يعني لا ايمت هذا السكوت، لا ايمت. استاذ علي اللي عم بصير جريمة. خلص يا اخي، نحن جماعة بدنا استقلال، بلا اتفاقيات بلا بطيخ، هيك بالعامية. اتفاقيات شو؟ مظلوم عبدي مانك قادر تدير هي المهمة يا اخي، تنازل، عليك ضغوط، تنازل وسلم القيادة لغيرك. في قادة وعلنوها نفير عام، يا موت بكرامة وبشرف، يا اما حياة بكرامة، غير هيك ما في. يعني شيء والله، الشيء اللي عم بصير استاذ علي شيء يعني والله عقولنا ما عاد تتحمل. صمت رهيب. صدقا انه في كتير من الشعب السوري بانين آمال كبيرة على مظلوم عبدي. لا تخزل الناس يا مظلوم عبدي، من كافة الأطياف، من كافة العرقيات والإثنيات والطوائف والأديان. كثير ناس بما فيهم سنة وعرب، في كثير، في ناس صامتة ما حسنانة تحكي بالشام وبكل المحافظات. همج لوثوا التاريخ، لوثوا المحافظات كلها. هذول يعاش معهم؟ لا يعاش معهم. يا مظلوم عبدي اعلنها نفير عام وانسحاب، خلاص سقطت الاتفاقيات. وتحية وعاش المقاومة في الشيخ مقصود والأشرفية، والنصر حليفنا بإذن الله تعالى. ورح يرجعوا مدحورين مذلولين، جارين وراهم الخزي والعار دواعش العصر، الإرهابيين الأوباش الجولاني. اي نعم، أوباش، ناس بربرية يتقاوى على الضعفاء، على المدنيين فقط بس على المدنيين. يخرب دياركم العمى. شو هذا اللي عم بصير؟ يعني متفائلين بالخير كنا كلياتنا، يعني وين قوات قسد يا أخي؟ سلاح قسد يا أخي. إذا هلأ ما حركته تدافع عن شعبك اللي عم يقتل، شعبك اللي عم يموت بالشيخ مقصود والأشرفية، يا أطفال ونساء، ناس تقصف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، أيمت راح يتحرك؟
أنا بتمنى هذا الصوت، بتمنى صوتي يوصل، يسمعوا حدا من قادة قوات أسد. أتمنى هذا الشيء. والله ينصر الكرد بكل مكان. برجع وبكرر، يجب على الكرد كافة بكل مناطق سوريا المطالبة بالاستقلال. خلاص نحن جماعة بدنا استقلال، هيك حكومة لا يعاش معها. والسلام.